فيلم النهارده اللي احنا هنتكلم عليه خد تسقيف كتير قوي في مهرجان فينيسيا، والمفروض ان دي حاجه تطمن. بس بعد اللي حصل السنه دي ما كانتش حاجه تطمن قوي، لان اخر فيلمين حصل برضو تسقيف ليهم كتير ودقايق كتير في مهرجان فينيسيا. كان فيلم فيوريوسا اللي خيب الامال لانه كان نازل بعد فيلم قوي زي ماد ماكس، فيلم الجوكر، وده مش هنتكلم عليه قوي بصراحه. ازيكم يا جماعه، انا بيير، والنهارده هنتكلم عن الفيلم بطولة عصام عمر وراكين سعد وأحمد بهاء ورامبو، وتأليف محمد الحسيني وإخراج خالد منصور. الفيلم عن حسن وصديقه الكلب رامبو اللي بيتورطوا هما الاتنين في حادث رامبو ملوش فيه أي ذنب، ومن ساعتها بيحاول حسن إنه يهرب رامبو في مكان لأنه بنسبة كبيرة قوي هيموت. الفيلم زي ما قلنا هو اتعرض في مهرجان فينيسيا، واتعرض في مهرجانات كتير كمان حوالين العالم، وفي الاخر خالص الحمد لله ان هو اتعرض في مصر، وبسبب الاراء الكتير الحلوه عليه قلت اروح اشوفه، ومن ساعتها وانا عايز اتكلم عليه، بس قلت اسيبه شويه لان لو اتكلمت عليه اول ما اكون خلصته هبقى متاثر قوي، لان هو اصلا فيلم مؤثر وبيخاطب المشاعر بنسبه كبيره جدا. وبعد ما خد وقت بقى كده في الدماغ ان هو يتخمر واهدى وابدا افكر فيه بشكل عقلاني كده، اقدر اقول ان هو أهم فيلم مصري في ال20 سنة اللي فاتوا على أقل تقدير. القصة نفسها ما فيهاش تعقيدات كتير، ما فيهاش مشاهد أكشن قوية، ما فيهاش عوالم خفية وجن وسحر وعفاريت، ما فيهاش مشاهد لإثارة الغرائز، ما فيهاش رقاصة، ما فيهاش أغنية. هي صراحة فيها أغنية، بس هي أغنية قديمة شوية، حلوة جدًا، وكانت مناسبة كمان لكل الأحداث اللي كانت بتحصل في الفيلم. هي القصة نفسها أبسط من كده بكتير، القصة عن واحد وكلبه اللي هو يعتبر صاحبه الوحيد، أو عن واحد وأبوه اللي سابه وطفش وهو صغير، أو عن واحد وحبيبته اللي سابته، أو عن واحد وبلده طحناه. هي دي القصة بتاعة الفيلم. كل ده ممكن يتقال عليه إن هو ده قصة البطل بتاع الفيلم، اللي اكتشفت إن هو ليه تاريخ عميق أوي في الفيلم، مكتوب بطريقة كويسة، بس الأهم من الكتابة هو إزاي اتحكى، إزاي التاريخ ده اتقال على مدار الفيلم. كان في كتاب قريت فيه إن character is action، يعني الشخصية هي تصرفات، ما ينفعش تقولي على شخص إن هو شرير أو طيب وخلاص، لا انا لازم اشوف الشخصيه دي بتعمل ايه، تصرفاتها إيه. وده اللي حصل على مدار الفيلم، احنا بنتفرج على حسن وبنفهم تاريخه من الاكشن بتاعه، من تصرفاته نفسها. طبعا برضه غير ان هو بيتحكي تاريخه في مشهد كده في اواخر الفيلم، يعتبر من احلى مشاهد الفيلم كمان. شخصيه غنيه، انا ما كنتش متوقع ان انا هلاقي شخصيه ليها طبقات كتير قوي كده، وفي نفس الوقت الطبقات دي مش بتتفرد مثلا مع اول مشهد، او حتى مش بتتحكي كلها، لا هي في توازن شويه، احنا شويه هنحكي وشويه هيبان من تصرفاته، شويه هيبان من رياكشناته على حاجات تانية، وشويه هتبان لما يكون مبادر في حاجات تانية، وشويه هتبان من حاجات تانية حصلت في تاريخه قبل كده بتظهر دلوقتي بعد سنين طويله. وبما اني بقى اتكلمت على حسن اللي هو بطل القصه، يبقى هنتكلم على عصام عمر اللي هو بطل الفيلم. عصام عمر بعكس ناس كتير قوي اللي هم جم نطوا علينا بباراشوت كده، ده جابها من تحت، جابها بدايه من اعلانات، افلام قصيره، مشاهد صامته، لحد ما وصل ان الفيلم بتاعه اللي هو بطله بيتسقف له من ناس كتير جدا في مهرجان عريق جدا زي مهرجان فينيسيا. طول الفيلم يبان ان هو شخص شبهنا، يعني الكلمه دي طبعا بقت دلوقتي مستهلكه شويه، بس هي دي الحقيقه، يعني هو شخص فعلا شبهنا، مش ناطط علينا من الفيلم اجنبي زي افلام كتير دلوقتي بنشوفها في مصر، بتحس ان البطل والقصه والشخصيات والممثل والمخرج والناس كلها جايه علينا من فيلم اجنبي، ودوسنا سبتايتلز عربي وعملنا فيلم. ده راجل مصر، فكانت حاجه يعني جديده على السينما بقالنا سنين يعني، وبصراحه هو ادى اداء عمره، يعني مش عارف هيقدر ان هو يعلي على اللي عمله في الفيلم ازاي. تخافش. انا هطلع بره بس حاجه بسيطه، بس ركز معايا. عادل امام اتسال كذا مره عن احمد راتب، وفي كل مره كان بيقول قد ايه ان هو ممثل عظيم، لان هو بطريقته كمان بتعبيره ان الكاميرا كانت بتبقى كلوز على احمد راتب ووشه بس هو اللي باين، وبيقول مونولوج، وقد ايه دي حاجه عظيمه ان انت بتقول حاجه زي كده والكاميرا كلوز عليك، ولازم تبقى متحكم في مشاعرك، وشك، تون صوتك. كان ساعتها بيتكلم عن المونولوج بتاع قد ايه العداله عندنا ايديها سريعه وبطيئه ومش عارف، مشهد عظيم على فكره. لما اشتغل معاه في فيلم الإرهاب والكباب تشوفوا هذا الممثل العظيم في بيج كلوز بيتكلم هذا الرجل ماسح الأحذية عن مفهوم العدالة. أحمد راتب يستحق أوسكار في هذا المشهد. وده اللي عمله عصام عمر في 3 مشاهد، ومن غير حرق انا هقول بس حاجات بسيطه عنه. ال3 مشاهد دول يعني عشان وانت داخل برضه تبقى مركز، مشهد منهم كان مع راكين سعد على الكورنيش، مشهد تاني تقريبا في اواخر الفيلم كان بيتكلم رامبو في حته دوشه شويه، والتالت واللي كان احلاهم كمان في المسجد ما كانش بيتكلم، وده تقريبا كان احلى مشهد في الفيلم كله. فهو عمل الموضوع ده 3 مرات في فيلم واحد، فده معناه ان احنا قدام ممثل محترم، يعني ممثل تقيل قوي كمان. اللي كنت مقلق منه شويه وانا داخل اتفرج على الفيلم احمد بهاء اللي هو بوب، اللي هو بتاع شالموفرز ومفتقد الحبيبه. حتى ده عمل اداء كويس جدا، قدم دور بلطجي بشكل مقنع، مش كرتوني الحمد لله، بس حتى ده كمان كان ليه قصه وراه، هو بيعمل القلق ده كله عشان عايز يطلع من ظل ابوه. حتى هو بيقول الورشه ورشه كارم والعماره عماره كارم،
هو كل اللي بيعمله ده عشان هو عايز يطلع بقى من الجو بتاع ابوه ده، انا موجود وانا بعمل الكلام ده وانا بلطجي المنطقه. اداؤه كان حلو جدا وكان مؤثر جدا كمان في القصه. دور راكين سعد انا ما حبيتهوش قوي بصراحه، مش قادر اقول انها ما مثلتش فيه كويس، بس اقدر اقول ان هو ما اتكتبش كويس. هو انا حسيت الشخصيه نفسها غريبه شويه عن اجواء الفيلم اللي احنا بنتكلم عنه، مش قادر اتواصل معاها اصلا، مش قادر احكم عليها اذا كانت حلوه ولا وحشه بصراحه. في الفيلم احنا اتكلمنا على 3 ممثلين ب3 شخصيات، كده فاضل شخصيه اللي هي نفسها الممثل اللي هو رامبو. انا صدقت خلاص ان الكلب البلدي اذكى من معظم الكلاب، يعني واضح ان هم تعبوا قوي في تدريبه، كانوا ملبسينه خوذه شكلها كيوت جدا. فيعني يا جماعه لو ما هتعملوا فيلم زي ده يا ريت ما تعلقوش الناس بالكلب، ما تعلقوش وما حصلوش حاجه او حصل. مش هحرق عليكم، روحوا شوفوا الفيلم. رامبو ما تخافش. انا هتكلم بقى براحتي شويه عن الفيلم وعن الاخراج. اول حاجه لفت نظري وانا بتفرج على الاعلان وانا برضو بتفرج على الفيلم ان التصوير حلو والاختيار بتاع الكادرات ذكي جميل، التركيب نفسه والكومبوزيشن نفسه بتاع الصوره حلو، والالوان نفسها جديده شكلها حلو واستخدامها حلو. رامبو انت جايلك نوم؟ طب ليه ما بناخدش الاسبكت ريشيو المعتاد؟ يعني واحنا في السينما احنا بنتفرج في حته قد كده، الشاشه قد كده، طب احنا ليه مركزين في ده بس؟ يعني مثلا لو انا مخرج او انا مدير تصوير او انا حد مسؤول عن فيلم وعندي القدره ان انا اطلع صوره حلوه، طب انا عايز الناس كلها تركز مع الصوره حلوه، ليه اخلي الناس محدوده في الحته دي بس؟ ليه كل الشخصيات موجوده في الجزء ده بس؟ يعني لو هقول يعني وهفتي شويه هقول ان هو عايز يخلي الناس كلها تركز في القصه. انت شاطر تعرف تحكي من خلال صور، بس الاهم انك تركز في الصوره نفسها، تركز في الشخصيات نفسها، تركز في اللي بيحصل نفسه. ودي حاجه غريبه، لو معايا اداه معينه هتباهى بيها شويه، بس واضح ان دي ما كانتش اولويه عند خالد منصور، اللي دي بالمناسبه يعني اول تجربه اخراجيه ليه، مش عارف هيعمل احلى من كده ازاي، هنستنى ونشوف. برضو من الحاجات اللي تحسب لخالد منصور والكاتب الفيلم محمد الحسيني ان احنا دخلنا اماكن غريبه، احنا دخلنا اماكن مش مفهومه، ما نعرفش انها موجوده. مش هحرق اكتر يعني، بس اماكن فيها استخدام غريب للكلاب موجود بره بس ما نعرفش انه موجود في مصر، ودخلناه مش بشكل مقحم، ما فيش فزلكه او تصنع في الموضوع، لا احنا داخلينه عشان في سبب معين، القصه محتاجه كده. في شويه تفاصيل كده عجبتني في الفيلم تبين يعني ان المخرج مهتم قوي ومركز قوي. طبعا شكل ورق الحيطان اللي في البيت نفسه قد ايه هو بايظ، الجاكيت نفسه اللي هو بتاع السكيورتي لان حسن شغال سكيورتي، وهو اصلا من طبقه تقريبا مش فقير، هو طبقه معدمه، ففي حرفين 3 كده مشطوبين من على كلمه سكيورتي، وبيبان بقى مستخدم الجاكيت ده في حته بعدين. يعني انا اكتر تفصيله عجبتني وانا بتفرج على الفيلم حسن وهو سايق الموتوسيكل في شارع كبير قوي كده وفي حارات تانية فاضيه وبرده في عربيه ماشيه مخالف. اللي انا اعرفه ان لما حد بيجي يصور فيلم هو تقريبا بيبقى متحكم في اللي رايح واللي جاي، لان برده دي بتبقى حته يعني سيفتي، وان هو برده عايز يتحكم في ايه اللي هيطلع في الصوره، فان انت تمشي عربيه مخالف في منطقه فاضيه دي تفصيله من المخرج. ابتسمت كده لما شفت اللقطه دي لان انا قلت ده فيلم مصري. انا عندي مشكله مع الموضوع دوت، ان انا كنت بتفرج على فيلم مصري احس ان انا بتفرج على فيلم اجنبي. الافلام الاجنبي ليها الطابع بتاعها والافلام المصري ليها الطابع بتاعها، ما حدش بقى بيعمل حاجه شبه محمد خان. فيلم مصري مش لازم تبقى بنفس طريقه حكي محمد خان، بس ما فيش حد يبان فيلم مصري، مش زي عاطف الطيب، مش زي الناس اللي قبله والناس اللي جم بعده، ما فيش حد زي الشيف عرفه مثلا. دلوقتي اكتر حد مشهور في مصر مثلا هنقول عليه مروان حامد. مروان حامد معظم افلامه تحسها اجنبي، انا عايز فيلم مصري. فلما انت تحسسني ان الفيلم فعلا انت واخد بالك من التفاصيل بتاعته، انت مش راجل جاي عليها من بره. يعني انا مثلا حسيت ان المخرج ده شاف افلام مصري اكتر من شاف افلام اجنبي، فدي كانت حاجه جديده. شكرا لخالد منصور وشكرا لمحمد الحسيني ان هم عملوا الفيلم ده. حاجه برضو لاحظتها في التترات ان انا لقيت فيلم كلينيك اللي هو محمد حفظ، ده معناه ان الفيلم ده اكيد قابل مشاكل انتاجيه. يعني كان في من ضمن الحاجات ان في فند خدوه من كذا مكان. اول ما شفت محمد حفظي عرفت انتوا خدتوا الفند، وبعد كده محمد حفظي راح طبعا كالعاده عشان ينقذ الفيلم عشان يتعرض عشان يبقى فيلم كويس، زي ما عمل مع افلام كتير. اخرهم مثلا كان رحله 404 اللي هو تقريبا من احسن افلام السنه ومن احسن برضو الافلام المصري في السنين اللي فاتت. فيعني وانا بشكر خالد منصور ومحمد الحسيني وكل الناس على الفيلم التحفه ده. لازم الناس تقدر دور محمد حفظي كمنتج بافلام كتير جدا ما بتبقاش متقدره وما بتبقاش واخده تاج كفيها او اللي يطلع احلام الناس وصنعها للنور، والراجل ده بيجي بيساعد. يعني شكرا محمد حفظي. ده يعني اللي عندي ملخص على الفيلم ده بعد ما خد وقت يعني ان انا افكر فيه بعقلانيه شويه. مش عارف لو كنت طلعت اتكلمت عليه تاني يوم كنت هقول فيه اشعار ولا ايه. اتمنى ما كنتش طولت عليكم قوي. ملخص الفيديو كله، روح اتفرج على الفيلم. لو انت حساس قوي ناحيه الكلاب والقطط والحيوانات والحاجات دي بلاش تتفرج على الفيلم، لان في مشاهد صادمه شويه، مش لرامبو ومش حد بيموت يعني، بس مشاهد صادمه شويه. فلو انت قلبك خفيف ما تروحش الفيلم الاحسن يعني. غير كده بره القلب الخفيف ده روح الفيلم واتفرج وانبسط بفيلم محترم، فيلم كويس جدا. وعلى فكره في كوميديا، هي دارك بس في كوميديا برضه، هتضحك في اوقات، هتضحك في اوقات تانية، هتنبسط في اوقات، هتعيط وهتسمع محمد منير، انت هتاخد الكومبو كامل يعني. لو هقيم الفيلم هديله 9 من 10. فيلم تحفه جدا يعني يا جماعه، لازم تشوفوه. فيلم يا رامبو ابويا قال لي هيعجبك قوي يا حسونه.
ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان نتكلم في أفلام تاني أكتر، ونتقابل بعدين. سلام. وكل شيء بينسرق مني